عنده 45 سنة ومتجوز 3 ومخلف 13 عيل. بيحب الرئيس السيسي من ساعة ما قال له بلغ الشيخة موزة اعتذاري عن شتيمتها في الإعلام المصري. كان نفسه يبقى لاعب تنس. والدته وخالته كانوا سبب إن الأمير يختاره بدل أخوه الكبير. معاه 5 مليار دولار، وسر شخصيته إنه أهدى أردوغان أغلى طيارة في العالم هدية. دي قصة الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، مولود سنة 1980، عنده 6 إخوات من الأم و20 تانيين من الأب. ومن صغره كان المفضل عند الشيخ حمد والشيخة موزة، واللي ربته من صغره ست مسيحية من بلجيكا، كانت متعودة تتعامل معاه بحزم ومن غير دلع. كانت بتخليه يرتب سريره بنفسه بعد ما يصحى. ولما كمل 6 سنين أبوه خلاه يتعلم فرنساوي، وقعد 3 سنين يروح يقضي أجازة الصيف مع عيلة بلجيكية صديقة للأسرة عشان يتكلم بالفرنسية. وفي مرة وهو عنده 13 سنة طلب من أبوه معدات رياضية مش موجودة غير في ألمانيا. اتصدم لما أبوه قال له أنت اللي تروح تجيبها وتدفع ثمنها. وكان ده درس إنه لازم يعتمد على نفسه ويتعود يسافر لوحده. بعد شوية بعته يدرس في بريطانيا، وهناك دخل مدرسة داخلية وتعلم يتكلم إنجليزي. وبعدها دخل أكاديمية ساند هيرست العسكرية، والأكاديمية دي كل أمراء الخليج بيدرسوا فيها. وأول ما خلص الدراسة ورجع قطر انضم للقوات الخاصة في الجيش، وما كانش في دماغه وقتها موضوع السلطة.